الناس يصلون وقد لا يصلون، فما موقف الإسلام مع المصلين وما موقفهم مع تارك الصلاة؟ وأبادر فأقول إن هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة بإيجاز وجيز، لكن مع الإيجاز إذا سمعت الحكم انفطر القلب وانخلع الفؤاد. اسمع إليه، اسمع إليه وصل عليه. يقول الحبيب: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي أنه إذا تركها صار بذلك كافر. وأنا أصارحكم القول من هذا المكان أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة. إن استطاع القيام صلى قائما كما قال الحبيب، إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا أو معه أشار برأسه، إذا لم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. هل هناك عذر؟ هل هناك عذر؟ لا، بل إن الإمام أبا حنيفة عليه من الله سحائب الرحمة قال: إذا حضرت المرأة ساعة الولادة ولم تلد ودخل عليها الوقت وقت الصلاة وهي تعاني من آلام وضعها، وجب عليها أن تصلي وهي في تلك الآلام، وهي في تلك الآلام. سبحانك سبحانك يا من أوجبت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا الإمام يقسم الجند قسمين، يصلي الركعة الأولى مع القسم الأول والقسم الثاني يرابط على الحدود، ثم ينصرف القسم الأول ليأتي القسم الثاني ويكمل الصلاة مع الإمام. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا معك وهم في ميادين القتال، فإذا دارت الحرب بين الفريقين صلى كل منهم وهو على سلاحه، الطيار في طائرته والمدرعات في دباباتهم والمدفعية على مدافعهم. إذا لم يجدوا الماء تيمموا، فإذا لم يستطيعوا التيمم صلوا بغير تيمم، إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام،